كاموش المهاجم الجديد للنادي الأهلي اللي بيبلغ من العمر 26 عام، واللي شارك في مباراتين البنك الأهلي والإسماعيلي. طبعا في الماتش البنك الأهلي كاموش أهدر هدف محقق. يعني أنا كنت شايف الماتش من الاستاد، يعني بصراحة أنا قلت إن الكرة جول قبل ما توصل. يعني هو كان ما بينه وما بين المرمى ما يجيش متر والحارس كان بعيد خالص عن المرمى او بعيد عن الزاوية اللي كان المفروض يسدد فيها، ولكن ما حصل ان الراجل اهدر الجول. وفي ماتش الاسماعيلي كان واضح جدا 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 الارتباك والقلق اللي كان موجود عند اللاعب ده. بقى ايه السبب؟ هل المدير الفني؟ هل هناك عوامل اخرى؟ ده لازم ان احنا نشوفه، يعني او لازم ان ياستروب يشوفه خلال الفترة الجاية، لان الاهلي كان بيأمل في مهاجم جيد. وهل المهاجم ده مش قوي؟ ارقامه تقول العكس، تقول ان هو قوي جدا. يعني في الدوري النرويجي او غيره، لا ارقامه ان هو لا مهاجم، يعني هداف. بس يعني الواضح ان اللاعب غير مؤهل بدنيا ومش جاهز، ويبدو ان تروب كان متسرع في قراره ان هو يخلي اللاعب يشارك في الوقت ده. فعشان كده على يستروب ان يخلي اللاعب يلحق يجهز قبل ماتشات افريقيا الجاية، لان المهاجم ده خامة كويسة جدا، ولكن اللاعب يمكن بعد ماتش البنك والهدف اللي اهدره فأثر معاه شوية بعدم الثقة. فهو محتاج ان هو ياخد ثقة، ويمكن هيدي الاهلي اكتر من كده خلال الفترة الجاية. ويبدو ان تروب كان متسرع في ان هو يشارك اللاعب والاهلي بحالة غير جيدة. لو الاهلي كان في ماتش البنك الاهلي مسجل هدفين او 3، كان اللاعب هينزل في حالة جيدة ويقدر يسجل هو كمان هدف. وفي ماتش الاسماعيلي القلق كان وضع على اللاعب، ويبدو ان هو غير جاهز بدنيا وذهنيا، وهو كان راجع من اصابة، يعني دي معلومة برضه. فعشان كده نحن ننتظر مهاجم يكون قويا.